يتعمل هنا وهناك وفي اي مكان في الملعب. يعني انا اهو والعب للباك او السيرد باك اللي جنبي واحنا فاتحين الملعب، واحد يمين واحد شمال وعايز العب له، صح؟ تمام؟ مش في ما بيني وما بينك لاعب من فريق الخصم. طب انا هلعبها له ازاي؟ لا العبها له على الارض هتتقطع ولا العبها له عادي. يبقى اذا ايه؟ الباص العرضي ده انساه من دماغك. لما تبقى لعيب كبير قوي 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 ان شاء الله يا رب يعني ابقى اعمله. تبقى انت لاعب عندك الشخصيه عارف وواثق انك مش هتغلط مع ان فيها نسبه غلط. الباص العرضي ده مستحيل. اي فريق بيهاجم من على الاطراف وفي نص ملعبي واعمل باص عرضي، لا ما ينفعش ما ينفعش. باص اللي على الارض ده المهاجم مد رجليه قطعها قبل ما توصل لزميلك وراح حطها في جول. يبقى انسى الباص ده ما نعملوش تاني. بنطلع ازاي يا شباب؟ انا استلمت الباص من هنا، المفروض الديفندر بينزل لي ومعايا باك رايت ومعايا لاعب رقم 10 ورا الديفندر ومعايا مهاجم ووينج. هنهاجم من الطرف ده وكذلك من الناحيه الثانيه نهاجم من الطرف ده بجمل مركبه تكتيك. دي بتاعتنا احنا بتاعت المدربين، احنا بنعلمها لكم. لكن الباص العرضي ده ما يتعملش.